السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عنوان حلقتي النهاردة إن شاء الله هنتكلم عنها: مين السبب؟ مين السبب في الحوادث والحالات اللي بتحصل كتير جدا الأيام دي. كنا زمان بنسمع عن واحد مفقود، واحدة مفقودة، بنت اتخطفت، الكلام ده. الايام دي اللي طلع اطفال، يعني اطفال لا تتعدى 12 سنه 13 سنه، وواحد او اتنين تلاتة كتير جدا، واتكررت كتير جدا ومن حسن حظنا ان فيهم ناس يعني 90% منهم بيرجع و10% ما بيرجعش. طب مين السبب في ده؟ الاطفال في السن ده او في العمر ده. احنا، انت كأب او انت كأم تعامليهم مش زي ما انت اتربيت عليه على ايامنا احنا. لا، الدنيا اتغيرت والزمن اتغير، والتواصل الاجتماعي والحاجات اللي احنا فيها دي لازم انت تقربي لطفلك او لابنك، تقربي منه او انت تقرب منه تخليك صديقه. في مشاغل الحياة كتيرة جدا جدا دلوقتي، وفي تلاهي، وفي اللي احنا الظروف الاقتصادية والمادية لازم نشتغل ونجتهد عشان نعرف نوفر لهم حياة كريمة. طيب، فانت ده ابنك، هو ده ثروتك، لازم تحافظ عليها، ولازم تاخد بالك منه، ولازم تاخد ايه تفكيره وايه ميوله. لازم توجهه وترشده للحاجات الصح. احنا على ايامنا سيد والعصايه في المدرسه، الكلام ده مش موجود دلوقتي. الولد لو اتهان مش هتلاقيه تاني يوم. انت انت ايه ثروتك في الدنيا؟ احنا دي سنه الحياه، ان احنا نطلعهم لبر الامان. هو يعني مش تأمن له مستقبله ماديا، انك يعني انت عايز يعني تسيب ثروة لأولادك. علمهم ازاي، يعني ازاي هو يعرف يتعامل مع الآخرين، ما يكونش عنده انطواء. تعلمه ان هو يعتمد على نفسه، دي ثروة. يعني تعلمه تعليم كويس ينفعه فيما بعد، هو ده ثروتك، لان ده التعليم هيوصله لحاجات تانية. هيبقى صاحب شركة، هيبقى تاجر شاطر جدا، هيبقى مهندس شاطر جدا، هيبقى دكتور، هيبقى ضابط. هي دي ثروتك لولادك اللي انت هتسيبها لهم، انك تعلمهم صح. فرجاء يا جماعة، رجاء، ولادنا فرزة كبدنا. فده هو ده ثروتنا، وهو ده كل حاجة، وده احنا ده اللي احنا عايشين علشانه، ولادنا. فرجاء تخلي بالك من ابنك، تقرب من ابنك اكتر من كده او بنتك، لان هم في سن هو سن المراهقة كان ايامنا 18 و17. لا، ده سن المراهقة بقى بدري قوي، بقى 10 سنين و11 سنة. فانت لازم تقرب من ابنك وتوعيه، وربنا يسترها علينا وعليكم يا رب، وعلى ابنائنا جميعا يا رب ان شاء الله. السلام عليكم.